السلام عليكم الاخوان، نتمنى تكونوا بخير ونتمنى تكونوا بصحه جيده ومرحبا بكم في فيديو جديد. بالنسبه للناس اللي دوزات الكتاب ديال مباراه السجون سواء اناث او ذكور، راه تم الاعلان على الناجحين اللي غادي يدوزوا ان شاء الله الاختبار الرياضي. هادشي علاش درت لكم هذا الفيديو باش نوريكم كيفاش تحملوا اللائحه باش تقلبوا على الاسم ديالكم واش كاينه في لائحه الناجحين او لا. بالاضافه غادي تعرفوا على شنو هي اللوازم اللي غادي تشديو معكم ان شاء الله نهار الاختبار الرياضي. الا كنت مهتم خليك معايا. اول حاجه غادي ديروها الاخوان، غادي تمشيو لجوجل بهذا الشكل هذا، غادي تكتبوا هنا اداره السجون بهذا الشكل هذا، غتختاروا اول موقع، من بعد تنزلوا لتحت غتمشيو لنتائج مباريات التوظيف، تضغطوا عليها بهذا الشكل، تنزلوا لتحت غادي تلقاو نتائج الكتابي كما كتشوفوا معايا لائحه المترشحات الناجحات في فاس، وكاينه لائحه المترشحات الناجحات يعني اللي دوزوا في الدار البيضاء. فيما دوزتي غادي تحملي اللائحه ديالك. حاليا الاخوان يلاه حطوا ديال مراقب مربي اناث، مازال ان شاء الله غادي يحطوا نفس الرتب بنفس الطريقه، غادي تشارجيو اللائحه ديالكم. نختاروا مثلا اللائحه ديال الناجحات في فاس بهذا الشكل هذا، نديرو داونلود بي دي اف، ما غادي يتحمل غادي نحلوه. هو هذا كما كتشوف معايا ديال لائحه الناجحين اللي دوزوا الكتاب يا الاخوان. كاين اللي غادي يدوز نهار 12 و13 و14. الا شفتوا معايا هنا تاريخ اجراء الاختبار الرياضه كاينه 12 يناير، والا نزلتي تحت غادي تلقى 13 وغادي تلقى حتى 14، يعني داكشي بالافواج. وإلا شفتوا الفوق الاخوان لائحه المترشحات الناجحات في اختبار الكتابي لمباراه التوظيف في درجه مراقب مربي التي اجريت بتاريخ 25 دجنبر بمركز فاس. الا كنتو شرجيتوا اللائحه الاخرى غادي تلقاو ديال الدار البيضاء، فاهمين؟ يعني اي وحده لقات الاسم ديالها هنا راه نجحات وراه مدعوه لاجتياز الاختبار الرياضي بما الحقت المركز الوطني لتكوين الاطر المندوبيه العامه لاداره السجون واعاده الادماج بافران. ملي تحملوا هذه اللائحه ولقيتوا الاسم ديالكم غادي تمشيو عاوتاني ترجعوا للموقع كما كتشوفوا معايا، وغادي تحملوا الوثائق المطلوبه لاجتياز الاختبار الرياضه. تضغطوا عليها بهذا الشكل وغاديروا داونلود كما كتشوفوا معايا، غادي نحلوها. وهذه الوثائق اللي غادي تحتاجوا غادي تديوهم معكم ان شاء الله على الاختبار ديال الرياضه. بالنسبه للوثائق كيحتاجوا الكتروكارديوغرام يعني تخطيط القلب يكون بالتقرير من اخصائي، تحليله ديال هيموغلوبين جليك يعني ديال الدم، نسخه الاصل الدبلوم اللي دفعتي به، نسخه الاصل البطاقه الوطنيه ديالك. هاد الوثائق هادو كترفعهم بي دي اف في الموقع نفسه ديال اداره السجون. وكما كتشوفوا معايا لتحت يجب احضار هذه الوثائق يوم الاختبار الادلاء بها عند الاقتضاء، يعني واخا كترفعهم الكوبي ديالهم كتديهم معاك نهار الاختبار الرياضي. الا شفتوا واحد الملحوظه لتحت، كل مترشحه لا تتوفر على الوثائق المطلوبه تمنع من اجتياز اختبار الرياضه. يعني اللي ما داش هاد الوثائق هادو راه ما غاديش دوز الاختبار ديال الرياضه. بالنسبه لهاد الوثائق الاخوان كديرهم بي دي اف وكترفعوهم في الموقع ديال اداره السجون نفسه، كتدخلوا الاسم ديالكم وكذا وكيطلبوا منكم الوثائق وكترفعوهم بشكل عادي. الا كنتو باغيين الفيديو ممكن ان شاء الله نديرو لكم. وهادشي اللي كان الاخوان، كنتمنى يعجبكم الفيديو. ما تنساوش لايك، تشتركوا القناه الا كنتم مازال ما اشتركتوش، وتفعلوا الجرس باش يوصلكم اي فيديو جديد. كنتمنى لكم التوفيق، تهلاو لي في راسكم ونتلاقاو في فيديو جديد.